ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ الفتره اللي فاتت دي طلع اخبار كتيره جدا بعد ادراج هامستر ان هامستر بتوزع عملات اضافيه قيمتها 48000 عمله زي ما ظهر عندك في الشاشه، لكن طبعا في شروط عشان تاخد ال 48000 دول، وانا طلع اوضح كل حاجه. وان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يفيدك جدا وتفهم تعمل ايه في الاوقات اللي زي كده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورنا في جروب التليجرام عشان بينزل عليه اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا جروب الشات احنا لسه عاملينه من قريب بعد ما وصلت 1000 مشترك، يا ريت تنورنا فيه عشان بكون قاعد فيه شخصيا. وطبعا اللايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. وان شاء الله النهارده اتكلم عن العملات الاضافيه لهامستر كومبات. زي ما انت شايف كده في البوت معايا 48000 عمله، وده اللي المفروض اقدر اسحبهم دلوقتي، رغم ان انا اصلا سحبت ال 3400 عمله بتوعي خلاص. فدول اجوا منين هنعرف دلوقتي. ولو نزلنا تحت كده شويه هيقول لك اللي انت عملت بس في انكم 2100 عمله، ويرن تاسك 1000 عمله، وفريندز 640، واكشيفمنت 40000. 40000 ازاي انا مش عارف، والكيس 38000. فالارقام خزعبليه جدا، لكن طبعا مفيش حاجه وصلت للمحفظه. طب ازاي ده؟ لو نزلنا كده تحت شويه هتلاقي كاتب لك كلمه كليم اير دروب. طب هو مش المفروض اصلا من غير رسوم؟ لو ضغطت عليها هيقول لك انت عايز تربط بايه. هدوس مثلا على توم كيبر وهربط المحفظه برضو قدامكم عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وادوس على كلمه كونكت. زي ما انتم شايفين كاتب لي زمين بالانس باست بي 2 من 10 طن، بيقول لي بليز كونكت انذر والت. يعني هو كان عايز يسحب من محفظه 2 من 10 طن عشان يدينا العملات دي كلها اللي قيمتها تقريبا فوق ال $100 حاجه زي كده، ما حسبتهاش بصراحه. فده معناه لازم ادفع الرسوم الاول. لكن المشكله مش هنا، المشكله ده بوت نصاب اساسا، وللاسف ناس كتير عندي من القناه وقعت في المشكله دي. زي ما انتم شايفين البوت ده اساسا مش تابع لهامستر خالص. لو قفلنا البوت ده خالص وفتحنا الواجهه بتاعته، اول حاجه اسم المستخدم مش اسم هامستر خالص، وعدد المستخدمين فيه 300000 بس، يعني 300000 واحد اتضحك عليهم. وده النهارده طلع هنوه للمشكله دي. ناس كتير عندي من القناه وقعت في المشكله دي، كانت بتخش تشحن من عندي تون، تشحن على البوت وتسحب منها ال 2 من 10 تون، وللاسف ما يوصلهاش حاجه لان بوت سكام شغال بيضحك على الناس. فللاسف انت خلاص دفعت ال 2 من 10 تون ومش هيجولك تاني خلاص. وللاسف الفترات اللي كان بيندرج فيها البوتات بيظهر ناس نصابين كتير، لكن ما كنتش اعرف اللي بيظهر برضه فيه بوتات نصابه كتير. فانا بصراحه ما اعرفش ازاي الناس بتقع في المشكله دي. للاسف اللي نبهني للمشكله دي كان متابع عندي على القناه، كان برضه عايز يشحن تون، لكن المتابع ده عشان كان قريب مني فقال لي انا وعايز يشحنه في ايه، وبعت لي البوت عشان اشوفه. لكن طبعا من اول فتحه للبوت عرفت اللي هو سكام، واللي كل ده نصب، وعدد العملات اللي فيه اصلا ده مش عدد عملاتي ولا لاقي دخل بحسابي خالص. وللاسف ناس كتيره جدا اتنصب عليها من البوت ده، وما اعرفش ازاي ممكن انسان يقع في الغلط اللي زي كده، رغم انها واضحه خالص. يعني هامستر ما سحبتش فلوس من حد خالص وقت الادراج، وما اعرفش صراحه بالنسبه لتون كيبر سحبت ولا لا، لكن في الاول والاخر انت بتسحب من جوه البوت الاصلي مش من اي بوت خارجي. وبالنسبه لهامستر ربنا رضانا منه خلاص، اسكان بالقليل او بالكتير الواحد حمد ربنا على كده. وفي ناس برضه بتقول انت بتطبل لهامستر عشان انت كده كده عندك احالات وبتستفيد. اولا لسه فاتح القناه تقريبا ما كملتش الشهر، فاتحها من 1/9 والنهارده 28/9، يعني فاتحها يعتبر في الاواخر خالص، وما نزلتش فيديو على القناه عندي لهامستر خالص بشرح فيه البوت، وهات اللينك بتاعي في الديسكربشن. فانا اقسم بالله هامستر مش مستفاد منه باي حاجه خالص غير بتعبي، فانا مش طالع اروج له ولا دافع عنه خالص. بالعكس انا اكتر واحد طلعت هاجمت فيه يوم ما خدت بان، وقلت لا مش هخش السيزون الثاني لو البان ما اتفكش. لكن طبعا البان اتفك وحاليا شغال في الموسم الثاني. وللعلم الواحد بيشتغل طول ما هو فاضي مش اكتر، لكن طبعا الواحد ليه مشاغل كتيره جدا في الحياه غير هامستر. يعني الواحد بيشتغل في وقت فراغه بس. فيا ريت يا جماعه ما حدش يقعد يهاجمني، لان والله العظيم انا مش بطبل لهامستر خالص. بالعكس القناه فيها مشاريع كتيره جدا، وما شرحتش هامستر وانا بره من المشاريع بتاعتي. انا كنت بطلع اتكلم عنه لكن مش بشرحه ولا طالب احالات ولا طالب اي حاجه خالص. خلاص الكلام اللي النهارده انا طالع عشان انبه الناس بالنسبه للنصب اللي حصل النهارده، وان البوت ده سكام، ويا ريت ما حدش يشتغل عليه تاني، لان هامستر ملوش اي بوتات بتخرج عملات بالكميه دي، ولا حتى البوت الاصلي. ويا ريت اللي حصل له اي مشكله يكتب برضه في التعليقات ويوعي الناس للبوتات النصابه دي عشان الكل يستفيد. وطبعا انا متواجد في جروب الشات شخصيا، لو انت حابب تخش تتكلم معايا وتحكي لي اي حاجه انا تحت امرك في اي وقت. ويا ريت بقى كلنا ننصح هامستر ونركز بقى في المشاريع اللي لسه نازله، هتلاقيها مشروحه في القناه ان شاء الله. فيا ريت البوتات دي ما تفوتكش خالص، وهتلاقي موعد ادراك كل البوتات عندي على القناه برضه في التعليق المثبت، كاتب كل بوت الرابط بتاعه وميعاد ادراجه. فقرات التليجرام مهمه جدا لازم تكون منضم فيها. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك وفادك. لو عندك اي مشكله زي ما قلت لك تعال نورني في جروب التليجرام، وهتلاقي برضه اليوزر نيم بتاعي موجود. واشوفكم على خير الفيديو القادم.